باريس السنه بتولع دي نار. يعني لا يقهر بصراحه. ليفربول السنه اللي فاتت مش في احسن حالاته برضه. ده حقيقي، الدوري اتحسن. خلاص الدوري الكتالوني خلاص. انا شايف بريز هو سبب نكسه ريال مدريد السنه دي. بالنسبه لي لو كان جاب محمد هاني من الاهلي كان يبقى احسن من لوكاس فاسكيز. لو جاب عمر جابر من الزمالك والله الدوري اهلاوي السنه دي طبعا خلاص. الزمالك ممكن يبقى رابع مثلا ولا حاجه يعني. الزمالك هيلاعب بيراميدز فهم غالبا هيعطلوا بعض. انا شايف ان زيزو مش احسن صفقه. زيزو مش احسن صفقه. ان الاهلي عايز يجيب مدرب اورلاندو اللي هو ريفيرو ده. انت تتقدم مرتين، انا ضد الاختيار ده. يفرق ايه بقى عن عماد النحاس؟ اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج كوره كاست، البرنامج الامتع الاروع الاعظم على الاطلاق، او احنا بنتمنى يكون كده في يوم من الايام. ومعانا النهارده الباشمهندس محمد فتحي، حبيبي اخو احمد فتحي اللي انتوا بتعرفوش. بس ده مش دكتور لعيب- احمد فتحي مش مش احمد. لعيب الكوره. ندي الحلقه سبايسي كده. آه. محمد صديق منذ الطفوله ومشجع، بس كده بعد اذنك مدريدي مدريدي طبعا قوي. مدريديستا طبعا. مدريدي جامد ولاعيب كوره وبيقف جون كمان. اخبارك ايه يا باشا؟ الحمد لله تمام، الحمد لله. كله تمام زي مستعد الفل. الحلقه مستعد ان شاء الله. ان شاء الله. وهنبتدي اول حلقه معانا مع واول فقره معانا هندسه المحليات. انت بما انك انا زملكاوي. لا انت اسماعيلاوي. انا اسماعيلاوي مستخبي في فانيله الاسماعيلي. انا كنت اهلاوي زمان على فكره. كنت اهلاوي زمان في البدايات. بص ما تبلاش بقى شغل الاسماعيلاويه. هقول لك رحت لعبت كوره في الاسماعيلي. كنت من ناشئين الاسماعيلي زمان. فانتماء بقى للاسماعيلي وبتاع. كبرت شويه لقيت الاسماعيلي رايح في سكه الضياع. حاولت على الزمالك. هو كمان كان في الضياع على الزمالك بس يعني انت لحقت منه. لحقت كام بطوله كده. كام بطوله واحده ابطال افريقيا كده مثلا ايام زمان بتاع كده بس. طبعا باشمهندس محمد كان بيقف زمان جون. كان بيقف جون لا يهبل. لا هو انا زمان اصلا كنت مدافع. بس حصلت لي اصابه في رجلي. جالي غضروف يعني. وميه على الركبه فوقفت جون شويه. لقيت نفسي ماشي في الجون فكملت في الجون. لا بس كان جون لا يهبل. وما زلت والله وما زلت بقف جون برضه لغايه دلوقتي. بس يعني انت بتخش بقى تلعب بقى. بلعب دلوقتي بالخبره بقى خلاص. بحكم السن بقى خلاص. والجسد لا يرحم يعني. فخلاص. طيب هنتكلم عن المحليات. ايه رايك في الدوري السنه دي الدوري اهلاوي السنه دي طبعا خلاص. اكيد 100%. بيراميدز كان ماشي طول السنه كويس بس بعد ان شاء الله اهلاوي طبعا. دوري اهلاوي رغم ان انا راجل زملكاوي. ودلوقتي بيراميدزاوي طبعا. تلبس اي اي حاجه قدام الاهلي وخلاص. فالدوري اهلاوي طبعا خلاص. بص هو بس الاهلي عندهم ماتشات قويه الفتره الجايه. بيراميدز هيقع تاني لان بيراميدز مضغوط. طب وبيراميدز وهو بيلعب في الدوري ممكن يركب ويطلع افريقيا. لا الزمالك ممكن يبقى رابع مثلا ولا حاجه يعني. ده مستحيل. يعني شوف مين اللي بعد الزمالك وهيعديه يا راجل. بنك اهلي مثلا او مين اللي بعديه مش عارف. ممكن تقريبا يعني. البنك الاهلي تقريبا او فاركو ما اعرفش ايا كان بقى المركز الرابع دلوقتي. لو في فرصه ان يعديه هيعديه طبعا. الزمالك بتهزر طبعا. الزمالك رايح للضياع اكتر يعني حتى مع المدرب الجديد. والله لو جابوا مورينيو. انت ايه محبط قوي كده جدا طبعا. ده انهيار يعني انهيار تام. ولا في لعيبه ولا في اداره. ده بس الماتشات الاهلي قويه الجايه الفتره الجايه. وبعدين اصلا الزمالك هيلاعب بيراميدز فهم غالبا هيعطلوا بعض. يعني غالبا الزمالك هيعطل بيراميدز. هيفوتها زي ما فوتها الاسماعيلي قبل كده. النهارده الزمالك وبيراميدز هيتلعب النهارده. هيتلعب النهارده. لا مفيش تفويت. احنا مش بنفوت. لا والنبي اسكت. لا عمري ما انسى ماتش احنا كده هنغلب يعني. مش تفويت يعني. بس المشكله ان بيراميدز ضايع هو كمان. مغلوب اخر كام ماتش مغلوب. لا اتغلب ماتش اخر ماتش. اتغلب ماتشين. اتعادل ماتش بنك اهلي واتغلب فاركو. تصدق. ودماغه كمان متشتته في ماتش الكاس والتشامبيونز ليج. واللعيبه خايفه على نفسها والحافز مش موجود قوي. التركيز بقى على ابطال افريقيا. هم مركزين على ابطال افريقيا قوي يعني. هو ده اللي انا شايف ان هو ده اللي ضيعهم بالظبط كده. هو التشتيت ما بين البطولتين. لما كان مركز الاول في الدوري كان راكب وكان الدنيا تمام. الاهلي برضو عنده سيراميكا وفاركو. لا الاهلي خلاص بقى. الاهلي كمان مع عماد النحاس. لا عماد النحاس مدرب بجد بقى يعني. هو عامل شكل للاهلي ومستوعب اللعيبه ولم الفرقه تاني. ما هو الفكره ان في كولر كان مموت لعيبه كتير. كولر كان مموت وخلاص بقى في ملل يعني. خلاص ما عادش في. خلاص بقى اللي هو المدرب تحس فترته وانجازاته الدنيا كده كفايه قوي عليه. زي انشيلوتي كده مع الريال. خلاص حلو انت قوي كده خلاص عملت اللي عليك جبت بطولات. بس انشيلوتي مشكلته يعني. خلينا نتكلم بقى انشيلوتي في حته نستنى بقى لما نخش على الفتره العالميه. بس انا بتكلم الاهلي. انا شايف ان هو لسه ما حسمش الدوري.
لان ماتشاته قويه جدا. الفرق اللي وقفت بيراميدز هي ممكن توقف الاهلي. بص الاهلي لو حط البطوله في دماغه وناوي على حاجه محدش هيقف قدامه. الاهلي العقليه بتاعته لا غير اي نادي تاني في مصر وافريقيا. انا معاك بس انا لسه برضو ايه، عشان برضو انا شايف ان اللعيبه ممكن تنام بس دي تبقى كارثه بالنسبه لنا. اللعيبه مش هتنام لان الاهلي عنده سكواد قوي جدا وعنده في المركز مهاجم واثنين ولعيب واثنين، والاهلي كمان رايح كاس عالم الانديه. اللعيبه عايزه بس الدفاع تثبت نفسها. تعبان الفتره الجايه ديت يعني. عندك رامي ربيعه اتصاب رامي مصاب اتصاب الماتش اللي فات، مش عارف بقى هيلعب الماتش النهارده بس ولا لا. الهجوم بتاعك قوي، انت الهجوم ونص الملعب بتاعك قوي واللعيبه كمان بدات تفوق وعماد النحاس بيشرك كل اللعيبه والكل عنده حوافز دلوقتي. فانت يعني مش بتدي فرصه قوي ان انت يتمسك عليك كوره ويتهاجم عليك زي برشلونه كده. بس سهل جدا يخش في الاهلي لو اتمسك عليك كوره انت مش بتدي الفرصه. انت شفت الماتش بتاع شفت اجزاء منه المصري اللي فات ده؟ شفت اجزاء منه. دخل فينا جولين بس انت جايب 4. ايوه ما بعد ما تعادلت ماشي. هي يعني الفكره ان انت ردة فعلك قويه، يعني انت حتى لو عليك اكشن انت بتاخد رياكشن اعلى بكتير. زي برشلونه بيخش في جونين بيجيب 4، بيخش 3 بيجيب 6. ايوه انا فاهم. هي دي العقليه بتاعت الفوز، دي العقليه اللي تكسبك. انت شايف ايه اللي يفوق الزمالك الفتره الجايه؟ لا الزمالك مشكلته ماديه ومشكله كمان عايز بصل. لا بصل يفوق. وبعدين انت دلوقتي مفيش لعيب هيرضى يجي لك. انت اللعيب اللي هيجي لك دلوقتي اولا الاهلي بيغريه بفلوس كتير او الانديه المنافسه يعني تمام. زي المدربين زي جوميز لما كان موجود. انت الزمالك كان ماشي معاه كويس، جاله عرض من بره بفلوس اكتر. انت كزمالك هتدي له الفلوس دي ولا عندك مشاكل ماديه؟ على فكره امام عاشور عرض نفسه على الزمالك ان هو يرجع، بس الزمالك ما قال له ما عنديش فلوس. بالظبط كده. ما هو انت يبقى انت مشكلتك ماديه، مين هيرضى يجي لك؟ عبد الله السعيد دلوقتي اللي عنده 40 سنه طالب 30 مليون تقريبا. انا فاكر الرقم يعني برضو يعني الونش اللي عنده 2 صليبي ولا 3 صليبي وبياخد 30 مليون في السنه. انت فاهمني؟ فانت مين دلوقتي لعيب محترم او لعيب كويس كواليتي عالي هيرضى يجي لك ويسيب مثلا الاهلي او بيراميدز او عرض من السعوديه؟ انا عايز اقول لك على حاجه، هو مشكله الزمالك الكبيره ان هو ما عندوش فلوس. تاني حاجه ما عندوش اعتماد على الناشئين خالص، ما عندوش كشافين. هو بص عامه الانديه الكبيره. طب انا عايز اقول لك على حاجه، برشلونه كده يعني هنتكلم في المحلات بس برشلونه ما بيدفعش فلوس في اللعيبه بس برشلونه عنده ازمه اقتصاديه. أيوة. جاب مدرب بيؤمن بالناشئين وبيحبهم ومدرب محترم ومدرب عنده فكر. فليك غيره ما كانش ممكن يعمل كده. يعني انت عندك انشيلوتي مثلا في الريال، ما هو انت عندك لاماسيا لا انت مش ما طلعش منها اللعيبه دي. ما هو طلع منها اسينسيو بس يعني انت لعيب طلع. بس هو على فكره دي مدرسه برشلونه من زمان. برشلونه بالظبط كده. بس برشلونه الفتره دي اكتر فترات بعيده مطلع ناشئين. أيوة. ده تقريبا التشكيل كله باستثناء مثلا رافينيا وليفاندوفسكي ومين وكوندي وتشيزني مثلا، هم دول اللي من بره الاكاديميه. انما البقيه اللعيبه كلهم كوبارسي من الاكاديميه، بدري، جافي، فيرمين لوبيز، كلهم. حتى الناس اللي بتنزل الاحتياطيين الباك الشمال مارتين، جيرارد مارتن ده برضو من الناشئين. فالازمه الاقتصاديه هي اللي اضطرته وجاب مدرب فكره ماشي مع الفكر الاقتصادي. ما هو ده اللي ماشيين. ودي تبقى حلوه في حق المدرب برضو، يعني بتبقى حلو ان هو مدرب بيكتشف مواهب بيتعامل معاها بيتعايش. طب نقطه بقى بيراميدز، انت شايف ان بيراميدز هياخد افريقيا؟ مش هياخد افريقيا. مش هياخدها؟ لان صن داونز مش في اقوى حالاته حتى، بس صن داونز خبره أنا وصن داونز كمان بيعرف يلعب بره ارضه كويس قوي. يعني صن داونز ممكن يجي يكسبك في النهائي هنا اللي هو العوده اللي على ملعبك. ممكن في الذهاب بيراميدز يقفل ويتعادل، بس في العوده غالب يعني ماتش اورلاندو قبل النهائي هو بيراميدز كسبان باخطاء قاتله من اورلاندو. في اوفر مرفوع من نص الملعب من الشيبي لرمضان صبحي، ده ما يخشش في فريق محترم. شفت الماتش يعني. وده بالمناسبه برضو يعني انا عندي كومنت ان الاهلي عايز يجيب مدرب اورلاندو اللي هو ريفيرو ده. انت تتقدم مرتين، انا ضد الاختيار ده. مش مقتنع بيه. حته المدرب انا نسيت اتكلم على ريفيرو. كويس ان انت قلت لي. ايه رايك بقى في ريفيرو؟ انا شايفه اختيار مش احسن حاجه. ما هو مفيش فعلا يعني المدربين كلها. معلش يفرق ايه بقى عن عماد النحاس؟ انت دلوقتي الراجل ده هو راح. انا عارف انه لعب مع الترجي النهائي اللي قبليه. وجهه نظري في منتاليتي الاهلي في المدرب الاجنبي، يعني كلهم بيشوفوا عماد النحاس كويس. انا عندي مع الوجهه دي شويه وضدها شويه. المدرب الاجنبي بيعرف المنتاليتي بتاعته اعلى في البطولات الافريقيه، في البطولات العالميه، الكلام ده كله بيعرف يدرس الفرق. والله كويس. هي مش شرط. انت كان عندك حسن شحاته مثلا مدرب مصري ومع ذلك كان احسن من مدربين عالميين مع المنتخب. كان معاه سكواد كويس ولاعيبه حلوه
وجوزيه بس كان أنت جايب له قُلتها. لعيبه جاهزه، بس هو شخصيه، هو عامل زي انشيلوتي كده. الفكر والتكتيك عنده مش اعلى حاجه، مش مدرب بقى زي جوارديولا مثلا تمام. او الناس او فليك او الناس اللي بتلعب بقى السكواد يلعب بالاستحواذ، يخش بيه في بس الحيطه. مدرب عنده شخصيه بيطلع من اللعيب اعلى حاجه، احسن ماشي، حاجه. بس انا زي ما اقول لك السكواد هو في الاول بص انا والآخر. مقتنع ان عماد النحاس مدرب انتقالي لغايه ما تجيب مدرب جامد يعني ما يكملش، لان المدرب المصري اللعيبه مش بتحترمه 100%. مليون في المية. الاعلام طبعا ضده. مم. تمام. تمام. بيبقى ضده هو كمان بعد فتره مع هزيمه مع وخروج من بطوله مش بيستحمل الضغط. فعماد ممكن يكون عماد النحاس مدرب ما هي كويس الفكره ان فتره هو انتقاليه. يعني انت الاهلي ما عندوش حلول. يعني روزا طلب 7 مليون. اه ف خلاص استنى بعماد النحاس امشي. طب هتيجي بقى فتره الصيف هتلاقي مدربين بتمشي يا ومدربين باشا انت داخل بتيجي. على كاس عالم الانديه ما تروح بعماد كمان النحاس. صعب. هو الاجنبي ده ريفيرو ده هيضيف ايه؟ ده راجل برضو جاي في فتره قبل كاس العالم ما فيش بشهر او شهر باسبوعين. ونص. ايوه هيلحق يعرف اللعيبه؟ وبعدين ايه ملي قوته؟ ممكن. ايه قوته عن عماد النحاس؟ يعني ايه انجازاته؟ ما هي دي المشكله خد بقى. بطولات إيه؟ دي المشكله انا الراجل بتكلم بيلعب فيها. كوره حلوه، بيلعب كوره حلوه صح؟ ماشي. انت ضامنه بقى في الضغط، انت ضامنه في كاس العالم للانديه اللي هي غالبا يعني انت هتخرج فيها من الدور الاول اصلا. لا. انت جايب لعيبه، انت مجموعتك مش اقوى حاجه. مش اقوى حاجه. انت معاك مع- انتر ميامي اللي هو إنتر ممكن تكسبه ميامي. عادي على فكره. بورتو مش هنكسبه. بورتو مش بورتو ولا دوري ابطال ولا بيلعب في ابطال اوروبا ولا في دوري اوروبي ولا أقوياء دوري جداً. مؤتمر. بس مش بورتو السنه دي مش في اقوى حالاته على فكره. ما- هو مش ممكن بص، بالميراس معاك. بالميراس معانا بالميراس ده هو ممكن ياخد اول مجموعه. لا يا شيخ انا بقول متوقع لك بورتو. انت عقدتك فرق امريكا الجنوبيه في اسوأ حالاتها ما بتكسبهاش. احنا الماتش اللي فات بتاع فلومينيز كان ضيعنا ماتش. شفت انت الماتش ده ضيعنا ماتش الصراحه ماتش كان بتاعك من اول لاخر واتغلبت 2-0 من فرقه عواجيز. ده حقيقي. فلومينيزي يعني كلهم 40 سنه هو عمل على فكره عملوا ماتش كويس مع السيتي عملوا واتغلب 4-0. بس عملوا ماتش عالمي. هم بيستحوذوا وبيلعبوا كوره حلو. بيلعبوا كوره حلوه. هم عاملين زي ايه، زي احنا كده لما نكبر شويه وننزل الملعب ايه نحنكش زي بنلعب كده مع محمود كده والشباب نقوم ايه نحنكش معاهم ونلعب بالخبره كده بنمتع الناس نتغلب في الاخر بس اهم حاجه تمتعنا ومتعنا الناس. طيب نخش برضو على النقطه الثانيه. حسين الشحات وانه انا سمعت ان هو ماشي من الاهلي. جاي له عرض سعودي تقريبا. انت شايف ان هو يمشي ولا يمشي؟ طبعا يمشي طبعا. احسن له، احسن للاهلي. ما هو المكان بتاعه اتزحم خلاص. انت عندك دلوقتي زيزو، عندك بن شرقي، عندك تريزيجيه، عندك طاهر. بتفكروا مثلا في كوتيسا تقريبا او حد فانت خلاص بقى انت. وبعدين هو عدى ال 30 بدا خلاص الفورمه مش هي، المستوى مش هو. الخبره بتفرق جدا يا جدعان. انا بس هو خلاص خبره لو هو لو هو في حالاته هو خلاص بقى. والشغف برضو بتاع البطولات وعدم مشاركته والفتره وعدم مشاركته. هو يروح مكان ممكن يلعب بشكل اساسي، هو يستفيد ماديا اكيد هيبقى احسن من الاهلي برضو يستفيد منه ماديا. هي حلوه لكل الاطراف. النقطه الثانيه، انت شايف مصطفى محمد هيجي للاهلي ولا لا؟ انا احساسي ان الاهلي مش محتاجه الا لو وسام مشي. يعني لو وسام مشي هاتوا الاهلي. طبعا مصطفى محمد مكسب. انا مش شايفه من المكاسب الكبيره قوي. طبعا مكسب طبعا. سترايكر هجام بالمعنى المظبوط. هو مش في احسن حالاته عشان برضو مش في نانت مش بيلعب بشكل اساسي. بس هو لما يجي الاهلي بقى مع يلعب اساسي مع المسانده الجماهيريه والاعلاميه لا هيفرق مع الاهلي جدا. وهتبقى صفقه ممتازه طبعا لو جه. انما انا شايف ان زيزو مش احسن صفقه. زيزو مش احسن صفقه. بس صفقه حلوه. زيزو صفقه اعلاميه وبتاخدها من الغريم وكل حاجه. بس زيزو اصلا انا كراجل زملكاوي يعني والله بقولها بحياديه، لا هو بقاله فتره مش في ما هو مش في احسن مستوى. الضغوطات والحاجات اللي عنده ديت بتفرق. وخلي بالك زيزو برضه مش صغير في السن. يعني زيزو 28 او 29. ماشي انت هتاخد منه مثلا 4 سنين زي الفل لما يكون في هو يا اما بقى يرجع للفورمه اللي كانت من سنتين. انا بقول لك يرجع في او من 3 سنين. تاني حاجه زيزو مشكلته انا زي ما قلت الفتره اللي فاتت قبل كده في الحلقات اللي فاتت، مشكله الزمالك مع زيزو ان هو هيفقد الكابيتانو او الشخص اللي مديله الدعم لقوه الفريق. بالظبط. هو زيزو في الزمالك كان النجم والاسطوره القادمه. في الاهلي هيبقى مجرد لعيب عادي. بالظبط ده اللي انا بتكلم بعدين انت برضو انت رايح على نجوم كبار. انت رايح على بن شرقي نجم، رايح على تريزيجيه نجم. وتريزيجيه ما شاء الله نفس امام ممكن نقول مش في مركزه قوي، امام في النص. انما انت زيزو مثلا طرف يمين او طرف شمال. انت عندك تريزيجيه وعندك بن شرقي وعندك طاهر محمد طاهر اللي في رايي احسن من زيزو. انا بالنسبه لي طاهر لما بيفوق بيبقى احسن. انا بالنسبه لي طاهر لما بيفوق بيبقى احسن. وطاهر ما كانش واخد فرصته بالظبط. وطاهر كل لما بيلعب بيثبت نفسه. يعني انت طاهر مع منتخب مصر لعب كام ماتش جايب جول مثلا دوري. انت زيزو لعب قده 50 مره وجايب جونين او 3 جوان.
منهم جون في البطوله العربيه وجونين بقى دلوقتي في تصفيات كاس العالم. يعني يعني انا ممكن اقول لك ان زيزو والله بمنتهى الحديه اوفر ريتد ومنفوخ. هو اوفر ريتد عشان كان في الزمالك هو النجم، وعامه بس هو لعيب كوره، هو لعيب كوره وعنده الاساسيات وكل حاجه، وعنده اساسيات احسن حالاته وعنده مهارات واحد لواحد. هو دلوقتي مش في احسن، زي ما بن شرقي مستواه رجع شويه تراجع شويه. زيزو برضه مش في احسن، مش ده زيزو بتاع مثلا نهائي القرن اكيد طبعا، او من 3 أو 4 سنين. ماشي، بس انا شايف ان هو لو رجع تاني فانا احساسي ان هو هيبقى يعني رضا عبعال كده جديد، زي ما كان نجم في الزمالك راح الاهلي قاعد على الدكه بياكل اللبانه. لا انا مختلف معاك مليون في المية. ممكن يبقى بديل كويس، ممكن لا ده هيبقى اساسي كويس يعني، هنشوف الفتره الجايه ايه هتبين. ما عندناش كلام تاني في الكره المحليه. منتخب مصر عندنا كاس عالم السنه الجايه. بلدنا فين يعني؟ لا خليها الحلقه الجايه، يعني هجيبك الحلقه الجايه. هتجيبني تاني؟ ماشي. وبكده نكون خلصنا كلامنا في الكره المحليه ونخش على في كلام كتير قوي في الكره المحليه العالميه، ونتكلم عن الدوري الانجليزي بعد ما ليفربول خلاص خلص وخد الدوري. ايه رايك في اداء سلوت الاول؟ ممتاز طبعا، انا شايفه اداء ممتاز ان هو في اول سنه ومستلم فريق زي ليفربول، وما كانش نجم قبل كده، وليفربول السنه اللي فاتت مش في احسن حالاته برضه، ده حقيقي. وكان في مشاكل في الاخر، صلاح مع كلوب وناس بتمشي وناس هتيجي بالظبط. فهو وكمان في لعيبه كتير هو يعتبر احياها زي جرافنبرغ مثلا. جرافنبرغ ده بالنسبه له كانت مشكله سلوت. كلوب وهو موجود، هو اللعيب ده اللي هو لعيب نمره 6 لعيب الارتكاز، هو حل المشكله دي. اداء كويس، خد من جاكبو اداء حلو قوي. جاكبو معاه عالي جدا وبان بقى ولمع. اصل هو يعني كان حاطه كلوب كان حاطه مش في مركزه، مش حاطه مركزه ومش معتمد عليه اساسي. هو بالنسبه لكلوب كان بديل فعلا. هو بس مع سلوت بما انه هولندي طبعا برضو في حته التواصل والفهم وابن بلدي وما اعرفش ايه، فانا بلعب الثلاثه الهولنديين بالظبط، اللي اعرفه احسن من اللي ما اعرفوش. الدنيا تمشي حلوه يعني. هو مين هولندي تاني غير فان دايك وجاكبو وخرافنبرغ هولندي صح؟ هولندي، 3 هولنديين. ايوه. وبصراحه هو جاب منه اداء يعني حلو قوي يعني. هو كان احتياطي في بايرن، ما كانش بيلعب وكانوا جايبينه برقم كبير من هولندا، وجيب ليفربول برقم اقل، يعني تقريبا كان متباع لهم ب 35 مليون او رقم، جه ليفربول برقم اقل تقريبا. ايوه. فلا هو طلع وكان بديل دكه، فهو حلله مشكله وطلع منه اداء كويس برضه. مش حلله مشكله، ده انقذه جدا ابن لذين. ومن اسباب تفوق ليفربول السنه دي طبعا بعيدا عن مستوى صلاح الاسطوري يعني نص ملعب ليفربول ماك أليستر وماك أليستر بالنسبه لي لعيب يعني حقه مهضوم. انا بالنسبه لي بشوفه من اقوى لعيبه نص الملعب ريال مدريد عايزه جدا. انا كراجل مدريدي اتمنى انا كراجل مدريدي انا عايز 2 من ليفربول. انا كراجل مدريدي بصراحه اتمنى ماك أليستر ورافينيا بتاع باريس سان جيرمان. فيتينها سوري معلش، فيتينها لعيب الارتكاز ملوش حل، حتى مودريتش كده من الزمن الجميل. وعايز فابيان لويز يعني فابيان رويز لعيب ممكن يتعوض يعني ممكن تجيب منه، انما فيتينيا ما حدش ياخد منه الكره حرفيا. عارف ديكو مثلا ومودريتش وبدري دلوقتي، عارف اللعيبه اللي هي ما حدش ياخد منها الكره دي، اللي هم اسطوات نص الملعب بالظبط حرفيا، اللي هو بيقسم وبيرسم الملعب. ده حقيقي. هو فيتينها من اللعيبه او فيتينها. هنخش في ريال مدريد، هنخش في ريال مدريد. خلينا نخلص بس البتاع. انما سلوت كاداء مع ليفربول، يمكن الماتش الوحيد اللي جلى فيه اللي انا بعتبره ان هو ما كانش حلو فيه ماتش النهائي الكاراباو اللي هو كان مع نيوكاسل اللي اتغلبوا فيه 2-1. ده الماتش الوحيد اللي كان تعامله في الماتش وحش واتغلب عادي. في مدربين بيجلي منها ماتشات، انما حتى خروجه من دوري الابطال قدام باريس يعني كان ساعتها قدامنا ان هو مفاجاه. بس احنا شفنا بعد كده مستوى باريس عامل ازاي. باريس السنه دي يعني لا يقهر بصراحه، بتولع نار. هنخش فيها في الفتره الجايه. نخش بقى في الناس اللي ممكن صراع دوري الابطال. دوري الابطال. انت شايف مين اللي هيصعد طبعا بعد ليفربول وارسنال؟ يعني انا شايف ان السيتي ونيوكاسل وتشيلسي. مش شيء نوتنجهام خلاص لا يعني نوتنجهام بيتدلع يعني بيتدلع، ضيع الماتش اللي فات منه. وهي دي بقى المينتاليتي اللي فاهم. لا اللي هو بس نونو عامل ولو ان برضو السيتي اتدلع برضو في الماتش الاخراني، بس السيتي هيلحق نفسه. ويعني انا شايف ان هي دول فرصتهم كبيره. ممكن برضو استون فيلا يخش، ممكن يعني هي بص وارد يعني. بس فاضل 3 ماتشات لسه ما اتحسمتش. بالظبط كده، فاضل ماتشين.
ماتشين ولا 3؟ ماتشين. ماتشين. ده الاسباني اللي فاضل 3 ماتشات. الاسباني هو اللي فيه 3. طيب كده خلصنا. وطبعا الفريق اللي هيكسب من الدوري الاوروبي اللي هو غالبا مانشستر يونايتد مش توتنهام يعني. لا مانشستر اللي هيكسب. اصل توتنهام ضيع السنه دي. توتنهام 17 واليونايتد 16 يعني الاثنين اضيع من بعض يعني ما شاء الله. بس اليونايتد بيأدي شويه يعني. اليونايتد بيأدي شويه وكان مشواره حتى في البطوله اصعب شويه من يعني هو مطلع اتلتيك بالباو، مطلع ليون، مطلع فريق بودوم النرويجي، مطلع ليون بماتش عالمي جابوا 3 اجوان في 10 دقائق في الوقت ماتش عالمي اضافي. انا كنت بتفرج على الماتش كان بصراحه لا اداء جميل. وحتى ماتش كمان سيمي فاينال مع بالباو رايح جاي 3-0 و4-1 اتلتيكو بالباو كان ماتش. وتحس البطوله عايزه اليونايتد. حتى السيناريو بيخدمه شويه. في ماتش بالباو الاولاني كان بالباو راكب الماتش، طرد منهم واحد، هم جابوا جون كده من كورنر ضل شويه. بعد كده اتطرد اللعيب في منطقه الجزاء. بس اتلتيكو بالباو فرقه قويه وفرقه كويسه. ما هو يعني هي تحس البطوله عايزه اليونايتد وهم عندهم الاصرار بتاع البطوله. ايه هتجيلهم يعني ان شاء الله. ان شاء الله. انا برضو من الناس اللي حابه اليونايتد وانا حابه يروح دوري الابطال بصراحه. يعني لو دوري الابطال فيه ارسنال وليفربول ويونايتد والسيتي وتشيلسي مثلا هيبقى قوي جدا. 5 اسامي كبيره من التوب 6 يعني. في الاول وفي الاخر عايزين متعه بالظبط كده. هم بيسروا البطوله يعني تبقى افضل يعني. نخش على الدوري الاسباني ومشاكل الدوري الاسباني ومشاكل كل اسف. بص طبعا هو كده الدوري اتحسب خلاص. الدوري الكتالوني خلاص. الدوري اتحسب بنسبه 90% او 95% كمان. بنسبه 105%. يعني انت شايف انه خلاص من راجل مدريدي بقولها لك بنسبه ما انا مدريدي 200% ماشي. مش هيقع في الماتشات الجايه خالص يعني. لا بص هي البطوله بتنادي صاحبها. هو الدوري الاسباني بينادي برشلونه. طيب نرجع للماتش الكلاسيكو اللي فات. وانت شايف ان ريال مدريد ايه سبب الخساره بتاعت ريال مدريد غير ان انشيلوتي؟ لان انا حاسس ان انشيلوتي بريز ملبسه تلبيسه بنت لذينه وبريز مادي الموضوع مادي جدا بحت. عايز يجيب صفقات ببلاش بمنتهى قله الاحترافيه يعني. انا شايف بريز هو سبب نكسه ريال مدريد السنه دي. بص يعني هو مستوى الريال في الماتش مش جديد. دي سلسله من اول الموسم. ده الماتش الرابع اللي بنتغلبه من برشلونه بنفس السيناريو. انت هي يعني 1 زائد 1 يساوي 2. انت فريق برشلونه فريق ما شاء الله فايق السنه دي. راكب الدوري. او في بعض الاحيان كان الريال راكب كان فرق 6 و7 و8 نقط. انت ما حافظتش على الريال وداخل فيها عوامل تحكيميه برضو. بس مش يعني انا مش هبقى زي الناس اللي بتتحجج وتقول لك خسرنا عشان التحكيم. لا هو برشلونه افضل مننا عامه ويستحق. وكان افضل مننا في الكاس ويستحق. وكان افضل مننا في السوبر ويستحق. السوبر انا صراحه كان ريال مدريد افضل. ريال مدريد كان افضل في الشوط الثاني. ما انت لما تبقى فريق كبير وتتقدم 2-1 والجون بتاعك يطلع منطقه الجزاء ويتسبب في الجون. كورتوا كان سبب الجون. انا كنت في فندق ساعتها، كنت قاعد بقضي يومين كده بفس دماغي وحرقوا دمك في الاجازه. اقسم بالله انا كنت في اللوبي بقيت اصرخ بقول له ليه كده يا كورتوا. بالظبط. بقيت اصرخ لغايه لما سرور جالي بيقول لي في ايه يعني. بص ما هي دي المشكله بقى ان انت حتى لعيبتك الكبيره اللي عليهم امل خذلوك. بس شايل في الماتش ده كتير. ما هو جه في اهم ما يشيل. ما هو معلش الحارس الكبير المفروض يشيل. هو ليه كورتوا مثلا عايزين نصنفه مع نوير او كاسياس او بوفون او الناس الحراس الليجندز دول عشان هو راجل في الاوقات الحرجه دي انت محتاجه. ما يشيل لك جون واثنين وثلاثه. ماتش ليفربول اللي فات مع ريال مدريد هو الهيرو بالظبط. ماشي تمام. بس هيجي في غلطه ملهاش لازمه. خطا كارثي يضيع منك البطوله. كارثي زي الخطا بتاع ابراهيم دياز او مودريتش في الجون الثالث مثلا. لا مش ابراهيم دياز ولا مودريتش. هو كان الجون الثالث كان فاسكيز. لا انا بتكلم بقى في ماتش كاس الملك. ماشي كاس الملك اللي في الوقت الاضافي الكره اللي اتقطعت الجون بتاع كوندي. أيوة ده حقيقي. يعني انت غلطه بتخسرك بطوله. كان ابراهيم دياز تفاصيل صغيره. هو مودريتش رجعها له ابراهيم دياز. والتفاصيل دي انشيلوتي مش هيقدر يعمل فيها حاجه قوي. يعني هو انشيلوتي ظالم ومظلوم. ظالم او نقول بقى مظلوم من الاول بالسكواد اللي معاه باللعيبه. خط نص ولا دفاع. خط نص بالدفاع. وظالم برضو لان هو سكت على نفسه وسكت على الفرقه وقبل بالوضع ده. بص انا هتحس ان هو بريز ماسك زله على بس هو ظالم برضو. مثلا واحد زي اردا جولير ده واحد بالموهبه دي ولعيب واعد ولعيب كل ما بينزل بيثبت لك انه كويس. انت بتقعده احتياطي ليه؟ مش بتديله فرصه ليه؟ مثلا رودريجو بقاله فتره مستوى نازل وفي كلام عليه. ريحه شويه وابدا باردا جولير. انت عندك
من ساعه ما كروس مشي مش حد بيمسك كوره. ده حقيقي. عندك لعيب صغير فريش عنده حماس وعنده طموح ممكن ينزل في نص الملعب يمسك ولما بيلعبوا وينج ما بيلعبوش هو ركنه اصلا احتياطي طول الموسم هو ابراهيم دياز. هم لعيبه بدله. اردا ده ما يقعدش احتياطي ولا ابراهيم دياز يقعد احتياطي. ممكن اقول لك ان ابراهيم دياز ممكن يبقى بديل مثلا لو هيلعب على فينيسيوس او انما انت اردا انت لعبه لازم يلعب في نص الملعب يمسك لك الكوره. انت محتاج واحد يمسك كوره. هو فعلا اردا جولر لازم يلعب في نص الملعب ما يلعبش وينج. هو ظلمه جامد. حتى اسينسيو على فكره راؤول اسينسيو لما بدا يطلع برضو انشيلوتي قعده في كذا ماتشات كتير كان بيرجع تشاوميني. هو بيلعب على حته الخبره. هو فعلا راؤول لعيب هيطلع راموس الثاني ده راؤول بالشخصيه بالكاريزما بكل حاجه. في الناس في لعيبه عندها خبره. مين بقى انت بتلعب مين مكانه؟ بتلعب تشاوميني اللي هو اصلا نص ملعب ولما بيرجع في الدفاع ضايع. تمركز مفيش تمركز. ما بيبصش على التمركز في الواحد لواحد. مثلا في الكلاسيكو الاخراني المفروض يطرد في الكره الانفراد دي. فهو يا ريته حتى مدافع بيرجع يظبط لك لعيب نص ملعب يظبط لك الدفاع. هو ضايع. هو يعني انت في شويه اخطاء سلسله اخطاء. فبالنسبه لي انا كمدريدي انا مبسوط من النتيجه 4-3. انا فرحان. انا كنت خايف بعد ال4-2 تبقى 6-2 بقى و7-2 و8-2 على فكره كان عندك فرصه ان انت ترجع. انت كان عندك فرصه تعادل. انت مضيع جولين في الاخر. الانفراد بتاع مبابي وفيكتور مونوس ده فيكتور الناشئ الجديد ده اللي شطحها. انا قلت دي جون. انا قلت جون يعني بالظبط. يعني انت كان عندك فرصه بس هو برضه كان عندهم فرص. هم كان عندهم فرص وهم اتدلعوا كتير بعد ما جابوا الجون الرابع. يعني عايز اقول لك ان الجون الثاني والثالث اخطاء من الناس اللي احنا بنتكلم فيها. الجون الثاني سيبايوس واقف قدام مبابي. انت بتعمل ايه؟ ده الثالث. ده الثاني. الثالث بتاع فاسكيز. لا بتاع فاسكيز الرابع. شوفوها بعد كده بتاع اسمع مني. الثاني عادي. الثاني اللي هو الهندس اللي على بدري وبعد كده راحت للهندس اللي على ديونج. ده الثاني. الثالث والرابع. الثالث بقى هو اللي مبابي دخل على سيبايوس واتخطفت واداها الرافينيا حطها على شمال كورتوا. ماشي. الرابع هو بتاع فاسكيز اللي هو اردا. الثالث والرابع. الثالث والرابع. اردا بيرجعها لفاسكيز قام خدها هما الاثنين ورا بعض. فران اداها لرافينيا وده الرابع. لا ده يعني مثلا لعيبه لا تليق بمستوى ريال مدريد خالص. ويعني ودي مجاملات ودي او مش يعني هو بيمشي حاله. لا هو بيمشي حاله لغايه لما يجيب. يعني انا بالنسبه لي لو كان جاب محمد هاني من الاهلي كان يبقى احسن من لوكاس فاسكيز. لو جاب عمر جابر من الزمالك والله العظيم انا عندي بتكلم بجد والله ما بهزر. يعني هو لو جاب عمر جابر هيبقى اسوأ من فاسكيز. لا انا بسال يعني. لا ما فيش اسوأ من فاسكيز. ده ما فيش خالص. مع اني انا كنت شايف فاسكيز البديل المثالي للباك اليمين. يعني بديل مثالي. هو برضه فاسكيز يعني ما كانش باك يمين. هو اللي حطه باك يمين زيدان. ايوه هو كان طول عمره لعيب نص ملعب يمين. نص ملعب يمين. بس هو ايه يعني بياكل عيش. بينزل بيحنكش. يعني انا يعني اديني مرتبي وانا ان شاء الله اقف لك جول. اي مكان تحطيني فيه انا دايس معاك. ده حقيقي فعلا. هو كان بديل مثالي بالنسبه لي. كان بينزل يحنكش وكان هو لعيب عنده قلب وبيلعب بقلب ولعيب مخلص فعلا. ولازم يكون مخلص لانه ما يحلمش بامكانياته دي يبقى في الريال. بالظبط ده حقيقي. بس فانت في ريال مدريد طبعا ان شاء الله جاي الونسو جه خلاص من اول يونيو. باذن الله. وارنولد خلاص جه. ما عندكش. هما بقى بيقولوا ان هما بيشتغلوا على كام صفقه. ماك أليستر منها. لا مش ماك أليستر. يعني هو الصفقات اللي اكيد بيشتغلوا عليها هويسن بتاع بورنموث في الدفاع وكاريرس باك شمال اللي هو بتاع بنفيكا. دول اللي هم بشكل اساسي ان هم انت عرفت محور كاريرس ده. ان هم مانشستر يونايتد هياخدوا بند اعاده شراء وهم يشتروه ب 30. راجل وسخ الراجل ده فعلا يا جدعان. يعني سوري في الكلمه. هو صايع. اصيع من الراجل ده ما فيش. صايع جدا. كان اللي ما يعرفش الموضوع يا جدعان ان بيريز كان عايز يجيب كاريرس من بنفيكا. بنفيكا عرض عليه ان هو يبيعه له ب 60 مليون. يهديك نزل في السعر. مش راضيين ينزلوا عن السعر ده. كان هو بيعرض عليهم تقريبا 40 حاجه و40 كده. هم ما رضيوش. فبيريز يوم عامل ايه؟ هو طبعا هو طالع كاريرس ده طالع من عندنا راح مانشستر يونايتد راح بايعه لبنفيكا. فعارف ان في عقد في بند اعاده شراء من مانشستر يجيبوا من بنفيكا ب 18 مليون. فقال لمانشستر رجعوه ب 18 وانا هاخده منكم ب 35 مليون. لا 30 ب 30 مش 35. لا ب 30. انت عارف بيريز بيفكرني بمين؟ عارف حسن حسني في الفيلم بالظبط. انا عايزه ما ادفعش اقل من 1500 جنيه.
هو نفس نفس الفكره كده. فهو نفس يعني راجل بجد والله دماغه سم قوي هو راجل مادي جدا. فهو المشكله بقى ان الماديه ديت وقعت دوري، وقعت دوري ابطال وسوبر، وقعت كل حاجه. بس هقول لك على حاجه برضه، هو ماديا مضغوط شويه من ساعه تجديد البرنابيو، الموضوع ده ضغطه شويه، بس ده ما يمنعش ان هو متقشف يا عم، ومتقشف بزياده لان قوي. المداخيل بتاعت ريال مدريد، انت بتكسب دوري ابطال، بتروح كاس عالم للانديه، ايوه ده كله فلوس، بتروح بطولات، بتروح جولات تحضيريه اللي في الصيف دي في اسيا مثلا او امريكا، بيجي لك من عقود التيشيرتات بتاعت امبابي نفسها. انا مش عارف الرقم بكام، بس امبابي الرقم مبيعات التيشيرت بتاعته يعني اكتر بكتير من المكافاه اللي هي خدها عند التوقيع، واكتر من الراتب السنوي. فانت عندك مداخيل كويسه. طب نرجع بقى في حته امبابي والمربع اللي قدام ده، امبابي، فينيسيوس، ورودريجو، وبلينجهام. انت شايف فينيسيوس ايه دنيته؟ احنا بنتكلم بندردش كده، قلت لك تعالى سيبنا ندردش في الحلقه. انا شايف ان فينيسيوس وقع قوي، وعايز اقول لك ان اخر ماتش ده حسيت ان فينيسيوس داخل على نقص عضلي باين جدا، وبدني بدني مش احسن حاجه، بقول لك باين جدا. بحس ان هو مش ده فينيسيوس، لا بدنيا ولا لياقه ولا. هو فينيسيوس من بعد موضوع البالون، هو فينيسيوس لغايه البالون يعني اللي هو حتى ماتش بروسيا دورتموند اللي هو كان 5-2 لينا ده، يعني اللي هو بالبلدي بيطلع نار من بقه. تمام، مستوى رهيب ولياقه وحوافز جامد جدا. حصل بقى موضوع البالون هو نفسيا اتاثر جدا، وهو اصلا فينيسيوس من النوعيه اللي بتتاثر باي حاجه. يعني الجمهور لما بيصفر عليه، لما بيرموا قشره موزه على الارض بيعيط وبينهار وبيخرج من مود الماتش ويطرد وانذارات، حتى ما يحسبلوش فاول يقعد يعترض ويهيص. اللعيبه اللي نفسيا هو من الشخصيات. يعني هو ده حتى مش موضوع لعب كوره، دي سمات شخصيه، منتاليتي وسمات شخصيه. هو عارف اللي هو عارف القموص ده، هو قماص. هو فينيسيوس ده طفل قماص، خدش البالون دور. ممكن ده يبقى حافز ليه، لا ده موضوع هبطه جدا. حتى لما خد ذا بيست بعد كده بالنسبه له ما خدش، خدها طرديه، يعني طرديه كده. وهو ذا بيست ساعتها في قطر يعني كرويا اقوى من هي ذا بيست بتاعت الفيفا، بس هي البالون دور هي اللي عليها الصخب، وهي اللي عليها هي اللي التاريخ بيسجلها. بس هو وقع بعدها، يعني هو وقع واستفزاز من رودري وكلام عليه. كمان بقى جاي مبابي كمان معاه، ما بقاش النجم الاول. انت جاي لك مبابي اللي هو اقول لك ان هو ساعه لما جه مبابي هو تالق قوي قوي قوي، بعد كده نزل. لان لما اصل هي بص، في مثل بيقول لك ايه، المخده ما تشيلش اتنين حلوين. فمبابي حلو قوي 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 يعني. مبابي نجم قوي، وحلم بقى الجمهور الريال، وحلم بيريز من كام سنه وعليه الصخب. فهو حس ان هو واحده واحده بيتراجع. عارف نيمار لما كان عايش في ظل ميسي، مهما نيمار عمل هيفضل ميسي هو الستار. حاجات بقى اعلاميه، حاجات، وده اللي خلاه يمشي كوره بالظبط كده. ده اللي عشان ما يعيش في ظل ميسي. ميسي راح له وقت. ميسي راح له، بس ميسي بقى كان خلاص بقى، ميسي كان بيودع، بيشطب بقى خلاص. عمل كل حاجه مع برشلونه. فهي فينيسيوس الموضوع نفسي وبدني، والسنه دي طبعا كمان مع الريال مفيش، الدنيا مش مساعده قوي. لا بس النتائج ان اللعيب ده يقع بدني بالطريقه دي، وينزل كميه العضله اللي في جسمه تنزل بالطريقه دي، حسيته انه فعلا. هو برده السنه دي كان اتعرض لكام اصابه في الكاحل وحاجات كده، فما رجعش اقوى حاجه بدنيا يعني خالص. زي مبابي برده، يعني مبابي برده من شويه الاصابات. على فكره مبابي عنده مستوى اعلى من كده كمان مليون مره، بس هو متالق، وهو يعني كويس وكل حاجه، بس هو مش بيلعب في مركزه. اول حاجه تاني حاجه هو برضو الفرقه مش في احسن حاجه، بس هو في ظل كده هو نجم بصراحه، ويعني من ارجل اللعيبه في ريال مدريد السنه دي. وافضل طبعا في كلامنا عن اللعيبه البرازيليين والكلام ده كله، لعيبه البرازيل كلها المنتاليتي بتاعتها ضايعه. كلها سوري يعني، اللعيبه بتدلع مش في دماغها حاجه، هم شاربين كوره ودماغهم كلها مهارات كمهارات، بس التزام واستمراريه ما تلاقيش لعيب. حتى رونالدو الظاهره لما تلاقي الكارير بتاعه، التألق بتاعه ما تلاقيهوش مثلا 5 6 7 سنين وعلى فترات متقطعه. ايوه يجي له اصابه ويرجع وسهر وما اعرفش ايه وقصص عاطفيه وحاجات. مع ان رونالدو انا شايفه توب فعلا في كل اللعيب المتكامل. اكتر لعيب متكامل في التاريخ يعني لعيب متكامل في التاريخ هو رونالدو. وممتع. شوف، هو انت عايز تعمل ايه في الكوره هو بيعمله.
سبرنتات ترقيص بيعملوا مهارات في مساحات ضيقه هيد باور سرعه رهيبه باور رهيب فينش عالي جدا اي حاجه واحد على واحد لعب واستحواذ على الكوره بيعمل كل حاجه بيعمل كل حاجه في متكامل يعني لعيب متكامل بس تيجي بقى تشوف بقى دلع برضو يعني بالظبط بيقول لك يعني حتى مورينيو كان لما بيقول لك ده رونالدو ما بيتدربش قالوا له يعني ايه ما بيتدربش قال له ما بيتدربش هو بيخش بدماغه كده وخلاص بيقعد يلعب كده وبينزل الملعب بيلعب كوره حتى انشيلوتي بيحكي ان هو في مره قال له انا عايزك تعمل كذا كذا ومش قال له بقول لك ايه ما تقوليش على حاجه انت عايز ايه انزل اجيب لك اجوان انا هنزل اجيب لك اجوان نزل جاب جونين ما هو اصل انت بتتكلم في ايه هم لعيبه مزاجنجيه لعيبه اللي فارق بقى عند مين اللي هيطلع لعيب عنده منتاليتي قويه مين الواد اندريك ده انا بتكلم عليه من اول الموسم ولسه بقول لك الاندريك انت ما تحبوش انا بحسه لعيب ضال وعشوائي بصراحه لا 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 الواد ده اتفرج عليه لو خد فرصته بجد الواد ده عنده منتاليتي قويه جدا وعنده اراده غير لسه صغير يعني ما تقدرش تحكم عليه غير كل البرازيليين وخدها مني اتمنى والله انا اتمنى الواد ده ابن من ابنائنا يعني الجداد يعني لا ده هيفرق جدا نخش بقى على الحدث الكروي الكبير هاري كين خد بطوله يا لقد هرمنا يعني الحمد لله لعب كام موسم لغايه دلوقتي هو لعيب فقر يعني عامه يعني بيروح في اي حته بينحسها بيخربها بيجيب ظرافها خالص يعني انت عارف زي عصام الشوالي ده بيقول لك ابعد عني يا كين بعد عني هو فعلا كان كارثه هو يستحق بقى خلاص بصراحه الراجل يعني مهاجم برضه سترايكر فظيع سترايكر تاني هدافين البريمير ليج يعني ولا الثالث الثالث صح هو الان شيرر وبعد كده وروني وبعد كده ولا اندي كول الان شيرر اندي كول هاري كين روني صلاح اجويرو بس صلاح عدى اجويرو خلاص اجويرو كان صلاح ودلوقتي صلاح عدى اجويرو هو البايرن السنه دي كانت المنافسه يعني ما كانتش منافسه قويه قوي يعني هو ليفركوزن بعد ما خد السنه اللي فاتت وقع بقى شويه خلاص ما فيش منافسه هو اصلا الدوري الالماني عامه ما تلاقيش منافسين قوي هو بروسيا دورتموند على استحياء كده يعني من كام سنه كان بروسيا متهيألي السنه قبل اللي فاتت كان لغايه اخر جوله كان هو المتصدر والغلب على ارضه الماتش ده او تعادل وفي المقابل بايرن كسب فانت هو يعني مفيش منافسه هو ما عندوش الا بروسيا دورتموند ممكن بقى مثلا ليفركوزن لو مثلا فولسبورج زمان كده مره نافس خد الدوري بس فده فعلا حقيقي انت كنت بتقولي زمان انا شبه مولر في اللعب صح مولر لعيب فاهم كوره طبعا يعني هو مولر مش سريع مش مهاري بس تمام بس انا شفت احصائيه ان هو تقريبا يعني تاني او ثالث اكتر لعيب في التاريخ عمل اسيستات فظيع بعد ميسي تقريبا مجرم الواد ده مجرم اقسم بالله في الملعب بس انا بالنسبه لي احب اللعيبه اللي زي مولر اللي يعني انا بالنسبه لي في كاس عالم 2014 مثلا انا رايي ان مولر ياخد احسن لاعب في البطوله 2014 في كاس العالم لا بس كروس كان مبدع ساعتها ونوير كان مبدع بس مولر كان مش طبيعي وكان مولر لعيب ذكي يعني مولر ده مثلا بيفكرني مين في مصر متعب اللي هو اللعيب اللي تلاقيه فجاه طالع لك من تحت الارض بيجي له الجون ويخلص الماتش ده حقيقي وجوانه مهمه وقاتله وبيعرف يجيب جوان ولعيب فاهم كوره وكوره ما تتقطعش منه رغم انه مش مهاري قوي بس ما حدش ياخد منه الكوره وقوي وغتت لعيب ومستفز للخصوم بص مولر ابتسامته اصلا مستفزه هو مستفز هو يعني هو الماني كلح شويه كده فبس هو كلاعب بصراحه جامد يعني من امتع اللعيبه اللي بحب اتفرج عليها اللي هي بتخلص اجوان وذكي قوي بيعرف يقف صح بيعرف يتمركز صح جدا جدا ده الذكاء بقى اللي في الملعب بقى اللي مش عند لعيبه كتير يعني 100% يعني انت الناس شايفه التمركز ده ايه يعني كان عماد متعب اصلا كان اساسه تمركز هو عماد متعب التمركز انت عماد تلاقيه من تحت الارض طالع جول وانت مش شايفه يعني انت المفروض انت مهاجم وممسوك لا ده عماد متعب اساسه تمركز بيعرف يقف صح بالظبط بيعرف يقف في المكان اللي هتنزل فيه بقى العقليه والتمركز اللي في الملعب ده مش اي حاجه اللي هو ضايع عند اللعيبه المصريين بالمناسبه يعني 100% عند اللعيبه العرب كلهم واللعيبه العرب الوعي بقى ما عندهمش وعي بالمكان وعلى عندهم فكر انا هقف ازاي كمهاجم والكلام ده كله فتلاقي قليل قوي المهاجمين اللي طالعين سترايكر عندك
مين على هو ياسر القحطاني كان سترايكر. انا كنت بعتبره ان هو يعني انا بشوف الاسترايكر بصراحه سواريز، رغم ان انا راجل مدريدي يعني. يعني بتكلم في العرب في العرب يعني سترايكر. إيه. لا يعني هو متعب طبعا، متعب طبعا متعب. ياسر القحطاني وحسام حسن طبعا، حسام اساسه تمركز برضه يعني لا مهاري ولا اي حاجه. ما هو ده بقى الذكاء اللي بنقول عليه يعني. حسام ده راجل كبير في السن كده. مثلا في بوركينا فاسو كان عنده 32 سنه مثلا او حاجه. 40 سنه في الماتش اللي هو سنه 2006 2006. ده بقى الذكاء بقى. انت عارف انت موجود فين، بتخلص. انا عمري ما انسى الكره اللي استلمها على صدره وجابها جول. استلمها على 6 في 6. اللعيبه دي بالبلدي كده مش بتحزق كتير يعني، مش مجهود على الفاضي. انت موجود في المكان الصح، عارف هتحط الكره في السقف، عارف هتركنها. هي الكره جايه، هو عارف هيعمل ايه بالظبط. القرار متاخد بالظبط عشان انت لعيب مصحصح ولعيب مركز. زي صلاح برضو على فكره. صلاح ممكن تلاقيه نايم في الماتش بس ومضيع اجوان، بس تجيله كوره عارف هيحطها ازاي، هيلفها ازاي، هياخد المدافع ازاي، هيركنها للجون ازاي. اكتر واحد بيضايقني من الموضوع ده الواد يامال. الواد يمين يامال يا جدعان مضايقني جدا. الحته دي مضايقني جدا، بينرفزني بقى. بشوف هو الواد عارف هيعمل ايه. لا هو ما شاء الله سابق سنه قوي بصراحه يعني الواد ده مضايقني قوي. بس هو لو كمل بالعقليه بتاعته دي مش هيكمل، لان هو استفزازي شويه وشغل عيال بقى، اللي هو بيلسن على فينيسيوس، بيلسن على الريال. بص هو يعني مينتاليتي اسباني اقوى من مينتاليتي البرازيلي. يعني لو هنتكلم فعلا بس هو المينتاليتي بتاعته دي بقى عربيه، خلي بالك. مينتاليتي مغربيه كده، مغربيه. شغل القمص بقى وشغل الكيد ده. لا انت راجل لعيبه يعني. هو لسه عيل صغير 17 سنه. هو لسه عيل صغير بقى. هو انا بقول لك، هو لو استمر بالاسلوب ده ما اظنش مش هيركز في الكوره. ما اظنش. فهو لازم انت كسبت الريال، ان شاء الله تكسب 10، ركز في نفسك. الريال ياما داس على وشك يعني، عادي يعني. ده حقيقي فعلا. ما كناش بنتنطط ولا بنلسن على الناس ولا اي حاجه. كنا بنكسبه ونروح نكسب بطوله ثانيه بعد كده وعادي. بالظبط. بس احنا كنا بنلسن برضه. لا عمرنا ما كنا بننزل المستوى ده والله. انتوا لا احنا الجماهير. لا الجماهير عمرها ما سابت جماهير برشلونه. لا جماهير الريال دي جماهير راقيه. احنا مش بننزل، احنا مش محدثين. دول بقى لهم كام سنه، 10 سنين ما كسبوش دوري ابطال. 2015 احنا بنكسبه كده كل سنه 2 كده، نكسبه ونسيبه للباقي. يلا يعني في ال10 سنين دول خدناهم 4 مرات. تتناقش مع البرشلوني يقول لك بغض النظر عن دوري الابطال، ويقول لك هلا تحكيم في الاخر. مش عارف ازاي يعني. والله العظيم ده مش عارف هلا بيحصل فجر معاهم تحكيمي، ويقول لك وتجيبه بالدليل. يعني 2009 دي بالدليل القاطع كده والادله الدامغه، ومفيش. ده الحكم بتاعهم طلع اعترف. ده الراجل اعترف ان انا ظلمتكم وبعتذر لكم وانا اسف. لا بس كان ساعتها كان في فجر فعلا يعني. الماتش ده كان كارثي. كرة انيلكا يا عم، وكرة دروجبا والهندس اللي هو بالك في الاخر، وعلى توريه ولا على ايتو وبالك طلع يجري ورا الحكم وبيعمله كان هيديله. لا كان كارثي فعلا. بس يلا نتكلم بقى. يلا الحمد لله. هم مات ربنا مش بيبارك وبقى لهم سنين محرومين منه. الحمد لله يعني. الحمد لله. نتكلم بقى على نهائي الشامبيونز ليج وانتر وباريس. انا انتراوي قديم جدا على فكره، وانا برضو وبحب الانتر جدا. بس انت شايف الماتش ده هينتهي لمين؟ الماتش ده يعني السكواد بتاع باريس فايق جدا وقوي جدا، ويطلع سوري شيطان ينزل مكانه عفريت. بص هو الماتش انا رايي ان هو 50-50 يعني. الفرقتين يستحقوا. الفرقتين مشوارهم صعب وخرجوا فرق كبيره. يعني باريس مخرج ليفربول، وفي قبل النهائي برضو مخرج ارسنال، فريق كويس يعني. انتر طبعا مخرج برشلونه، دي في حد ذاتها كفايه يعني. مش مهم خرج مين تاني، هو خرج برشلونه. ده حقيقي. فهو اي واحد فيهم ياخد يكسب يستحقها. انا عايز الانتر بشده. بس انا العيب الوحيد اللي عند الانتر ما عندوش سكواد بره الدكه. ودي بصراحه الحاجه اللي بتخليني احترمه اكتر وتخليني عايزه يكسب. يعني انت لما تشوف مثلا السنه دي في الميركاتو مثلا باريس جاب خفارات سيريا. جابوا كام 80 مليون مثلا. انت الانتر تلاقي ممكن الميركاتو بتاعه كله في ال3 سنين اللي فاتوا دول ما جابش الرقم ده اصلا، وبيلعب بناس كبيره. يعني مختاريان ده من زمان قوي، ومختاريان ده كبير. باستوني اتشيربي ده كان عنده كانسر مرتين. يا حبيبي اتشيربي قدك. ايوه 37 سنه وقدك 88. اتشيربي عجوز. باستوني دارميان ده راجل كان بيلف على فرق اوروبا. دارميان يعني ده كان راح مانشستر، ومن مانشستر راح ويوفنتوس تقريبا او بارما مش عارف بالظبط. يعني بيجيب تسومر، حتى تسومر راجل كبير في السن جدا. يعني. هو بيجيب لعيبه يعني ايه اكسبايرد كده شويه،
ويلمع بالظبط. فبصراحة زيلينسكي على فكره 31 سنه زيلينسكي كبير برضو يعني ماشي جايبه من من نابولي نابولي بس زيلينسكي حلو يعني ما عندهمش نجم، يعني ما عندهمش، هم فرقه جماعيه ده حقيقي. فبصراحه يعني ما عندهمش بقى تطلع بقى الدكه. الدكه بتاعته فقيره يعني فقيره. فراتيزي بس اللي نزل من الدكه. فراتيزي ده تعبان خالص يعني. على فكره هم بيقول لك ده فراتيزي نزل الماتش اللي فات ما عملش حاجه هو وجاب الجون. لا الماتش اللي قبليه في الذهاب في الذهاب ما عملش حاجه بس هو في ماتش بايرن كان جاب جون برضه مهم. جاب جون في الدور اللي قبليه. ايوه صح بس انت دكه فقيره جدا. دكه فقيره لما تيجي هناك باريس سان جيرمان لعيبه بتطلع نار، كله بينزل حاوي. خط الهجوم قدام ديمبلي وباركولا كفاراتسخيليا وديزيري دوي. باركولا ده ولا باركولا ودوي ده جامد جدا مستقبل بصراحه. ممكن الواد ده هينزل يتقل شويه كده يستوي هتلاقي حريقه. ونص الملعب عندهم برضو تشكيله حلوه قوي صراحه. والدفاع هم بص فريق متكامل بالاحتياطي كمان. وعندك دوناروما بس يعني انا توقعي ان البطوله للانتر بقى ان شاء الله يا رب. لان الانتر السنه قبل اللي فاتت مع السيتي يعني اتسرق في النهائي شويه. فلا السنه دي ان شاء الله يتكافئ ومخرج برشلونه. ومشواره برضو يعني ما كانش اسهل حاجه. فانا اعتقد ان البطوله للانتر ان شاء الله باذن الله يعني. ان شاء الله والدوري الاوروبي ان شاء الله لمانشستر يونايتد. احنا اتكلمنا في الدوري الاوروبي، احنا دخلناه في النص كده. الدوري الاوروبي احنا بنقول مانشستر يونايتد هو الاقرب للفوز لان توتنهام ضايع خالص ومانشستر ضايع. بس مانشستر ضايع في الدوري انما مش في اليوروبا ليج. هو مركز في اليوروبا ليج عشان يتاهل للتشامبيونز ان شاء الله يعني نشوفهم يكسبها ويبقى في دوري الابطال ان شاء الله باذن الله. ماشي وبكده هنكون خلصنا كلامنا في الحلقه. ولو انت بتتابعنا على اليوتيوب يا ريت ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب. لو انت بتتابعنا على الفيسبوك ما تنساش تعمل لنا فولو شير لايك وسيف لو انت حابب الحلقه.